ايه الحكايه يا اردوغان؟ ايه حكايتك؟ من اول ما الحرب ابتدت وانت بتلم حواليك 200 300 الف واحد تركي، وتقعد تقول نتنياهو ده مجرم حرب، اسرائيل دي بلد معرفش ايه ضد الانسانيه وبترتكب جرائم وبتاع. ايه حكايتك؟ ما بنشوفش منك الا كلام، كلام وبس. قبل كده من كام سنه كان في سفينه تركيه رايحه غزه عشان تساعد الغلابه، الكوماندوز الاسرائيلي طلع وقتل الناس اللي عليها ووقفها، ولا راحت ولا جت ولا انت عملت حاجه. المره دي بقى في الصراع ده والجوله دي حاطط لي الناس رصاصهم قدامك وقاعد تخطب فيهم، وبقالك 6 شهور بتقول الاسرائيليين مجرمين حرب ونتنياهو ده وحش وده كخ ومش عارف ايه. ده انت عندك علاقات تجاريه واقتصاديه مع اسرائيل ما شاء الله، ما شاء الله. وكل اللي بنشوفه منك ايه؟ كلام. وبرضه ايه؟ ما تعملوش كده تاني وانتوا وحشين، بس ايه، نعمل بيزنس من تحت، نو بروبلم. اخيرا اخيرا بعد ما اسرائيل رفضت تدخل المساعدات بتاعت تركيا ومساعداتك، ها، طلعت قرار انك تمنع حاجه و40 او حاجه و50 سلعه او منتج يروحوا لاسرائيل، وتوقف النشاط التجاري شويه اللي هو ملعلع بينك وبين اسرائيل. اخيرا بعد 6 شهور، وبقالك 6 شهور قاعد قرفنا وتقول اسرائيل كذا واسرائيل كذا ومش عارف ايه، ولا بتعمل اي حاجه ولا بتاخد اي موقف. اخيرا يا رب تفضل بس على موقفك كده وما تنحنحش، ها، ونشوف افعال، مش نشوف بس كلام ورصيص لي 200 300 الف واحد قدامك وتقعد تشتم في اسرائيل وما اعرفش ايه وبتاع، وكلام اهو بيتنسي وكله مدهون بزبده، وبالليل ايه محدش بيفتكر حاجه. خليك بقى على موقفك، وعايزين نشوف السانكشنز دي والعقوبات دي بتتنفذ ضد اسرائيل لو انت راجل وابن امك صح وصحيح يعني. أعزائي المشاهدين، ده كان فيديو قصير عن الحرب على غزة، وياما هنعيش وياما هنشوف، وربنا ينصر الغلابة الفلسطينيين. شكرا لحسن المتابعة.